غادي تعرفوا اليوم كيفاش هاد السيد هذا قدر أن يجمع 5 ديال النساء في سرير واحد، وكيفاش قدر أنه يخليهم يعني يوافقوا على هاد الشي هذا، وأشنو المميز فيه اللي خلى هاد النساء المتزوجات يسمحوا في الرجال ديالهم ويجيو عنده. هاد الشي هذا كامل غادي تعرفوه في القصة ديال اليوم. المهم، هذا واحد الراجل اللي الاسم ديالو مروان. هاد مروان اللي كان كيعرفو الجميع كان واحد الراجل اللي هو عنده واحد الشخصية اللي هي قوية، وراجل وسيم وجذاب، وعنده واحد الثقة عالية بالنفس. كانت العلاقة ديالو واسعة في الأوساط الاجتماعية، وكان الصغير والكبير كيعرفوه، وكان دائما محاط بزاف ديال الناس. على الرغم من انه واحد الشخص اللي هو يعني ما كانش عنده واحد الفلوس اللي هي بزاف، ولكن كان عنده الجمال، وكانت عنده واحد العلاقات اللي مع النساء المتزوجات كيعيشوا في نفس المدينة اللي فيها هو. وكان بحلاوة اللسان وبالشكل ديالو كيقدر يزرب عليهم ويستغلهم وياكل ليهم عقلهم ويدير فيهم داك الشي كامل اللي باغي. وحدة من النساء كان الاسم ديالها سارة. هاد سارة هادي مزوجة لواحد السيد الاسم ديالو حسن، اللي كان خدام في واحد المزرعة وكيدوز بزاف ديال الأوقات في السفر لمناطق وحدة أخرى للعمل. كانت هاد سارة في العمر ديالها 37 سنة، زوينة بزاف وعندها 4 الأطفال، ولكن شعرت بالوحدة العاطفية بسبب غياب الزوج ديالها المستمر. وفي أحد الأيام التقت مروان في واحد الحفل عائلي، ومن داك اللقاء بدا كيحدث بيناتهم وبين مروان واحد النوع من جديد الانجذاب، اللي ولا واحد العلاقة اللي هي سرية. ولأن داك مروان كانت عنده واحد الخبرة والشكل، يعني ما كيلقاش واحد الصعوبات او لا الوقت اللي يقدر يطيح المرأة في الشبكة، ما كانش كيعطلها بزاف. مروان كان كيمنحها الاهتمام والرعاية اللي كانت كتفتقدها، وهاد النقطة هادي من عطاها ليها صافي السيدة طاحت فيه. وبين ما كانت كتعيش واحد الحياة منزلية يعني روتينية، ولات ليلى ولات هاد سارة هادي كتلقى الفرصة ولقات الشخص اللي يقدر يفهمها واللي يخرجها من الروتين اللي هي فيه. والمهم، هادي واحد الزوجة واحدة أخرى الاسم ديالها ليلى، كانت متزوجة مع عبد الله، واحد الراجل اللي هو موظف في واحد الدوائر. عبد الله كان واحد الراجل اللي هو هادئ، كيبغي الزوجة ديالو ولكن ما كيعطيهاش، يعني واخا كان دائما معاها ولكن ما كانش كيبين ليها الاهتمام. كان على طول اليوم انشغل في العمل ديالو. هادشي هذا اللي خلى ليلى تشعر بواحد الفراغ اللي هو عاطفي. وفي احد المناسبات الاجتماعية، وداك مروان يعني كانوا الناس كيعرفوه بزاف، وكان دائما معروض. داكشي علاش كان مرة كيتلاقى بهاد النساء المتزوجات. حتى هاد ليلى هادي تلاقات مع هاد مروان، وهاد مروان هذا عاوتاني من تلاقى بها يعني السيد تقول كيحس بالمرأة اللي كتكون مهمولة من طرف الزوج ديالها، بالأخص ما كيكون كيسول عليها وكيعرفها مزوجة وجات لهاد الحفل هذا غير بوحدها، كيعرف بأنها هي والزوج ديالها ما متقاربينش لبعضياتهم. من بعد ما تلاقى بديك ليلى اللي كانت كتشعر بواحد الفراغ اللي هو عاطفي في واحد المناسبات الاجتماعية، ولا كيعطيها واحد الاهتمام وكان كيقدرها وكيشعرها بأنها جميلة ومرغوبة. وهذا الشيء هذا خلاها طيح فيه وتولي كتبغيه، رغم أنها كانت كتحاول دائما تخفي هذا الأمر على الزوج ديالها، ولكن ما غاديش تقدر تخفيه مدة طويلة. ولكن من بعد ما غادي تفتح داك الشيء
وتقول له اشنو طرا، غادي يكون فاهد الفوت ديك الساعة. اما واحد المرأة الاخرى اسم ديالها فاطمة، حتى هي كانت مزوجة من واحد الشخص الاسم ديالو كمال. هاد كمال واحد الراجل اللي هو في اواخر الخمسينات. كان كمال كيبغي الزوجة ديالو بواحد الشكل اللي هو عميق، ولكن كان دائما صارم معها، وما كانش كيعطيها الحرية الكافية للتعبير عن المشاعر ديالها. وفوق ما كانت كدوي معاه كان كيقمعها. كانت هاد فاطمة في العشرينات والسيد الاخر في الخمسينات في اواخر ديالها. يعني كاين واحد المشكل اللي هو غتشوفوه نتوما هو ديال العمر. هي كانت مزوينة ومتفاهمة بالحياة، ولكن كانت كتشعر بأنها تائهة وبأنها تزوجت بواحد الراجل اللي ما كانش غادي يفهمها. كان مروان أول من كيخليها بأنها مرغوبة، وبدل ما يمشي يقول لها بأن خصك تصلحي العلاقة مع الزوج ديالك، دخل معها في علاقة. ودخل معها في علاقة غير بسبب أنه واحد المرة كانت هي جات الحانوت، كانوا تلاقاو وهز عليها شي تقل، وقدر انه يستغل السيد. يعني السيد كان عنده واحد الذكاء اللي هو قاطع، يعني كان كيعرف كيفاش يدخل النساء وكيفاش يستغلهم ويدير فيهم داك الشي كامل اللي باغي. يعني كان كيعرف النقاط الضعف ديالهم. وهذه واحد السيدة واحدة اخرى، يعني السيد ما كيحبش، يعني كل مرة مرأة متزوجة في الاخير غادي يقنعهم وغادي يجمعهم كاملين في بلاصة وحدة. هذه واحد السيدة الاسم ديالها هناء، الزوجة ديال رشيد، واحد الراجل في العمر ديالو 63 سنة، خدام في التجارة ديال العقارات. كانت هناء مرأة متقدمة في العمر، يعني في أواخر الأربعينات، وهو كانت يعني ما كانش عندها الشغف في الحياة، يعني فقدت الأمل في الحياة من بعد ما السيدة بدات كتكبر والزوج ديالها حتى هو كبر. يعني كانت كتحس براسها بأنها في واحد السن اللي هو سن اليأس. ولكن من بعد ما تعرفت على مروان في واحد المعارض التجارية وبداو العلاقة بيناتهم، كان مروان كيعاملها بلطف وكيعطيها واحد الاهتمام اللي كانت كتبحث عليه، وكيخليها تشعر بأن شابة في العمر ديال في العشرينات ديالها، ماشي في الأربعينات كما كتخايل. يعني السيد خلاها تحس بأنها باقة صغيرة. وهذه هي آخر وحدة، الاسم ديالها رقية، الزوجة ديال يوسف. واحد الراجل كيبغي الزوجة ديالو، ولكن كان دائما غارق في العمل. سمية كانت شابة بزاف في العمر ديالها 22 سنة، وكانت كتحتاج الاهتمام واللي يقدر يتهلا فيها واللي يدوي معاها. كان يوسف دائما مشغول، وهادشي اللي خلاها تبحث على الحنان في بلاصة أخرى. وهادشي هذا اللي لقات في مروان كيعتقد أن كل شي تحت السيطرة، وكيعتقد أنه قادر يخفي العلاقات ديالو متعددة بلا ما يكشفوا أي واحد. كان كيحسن في التعامل ديالو مع كل وحدة، وكل وحدة كيعطيها الاهتمام الكافي. يعني السيد عنده واحد الجهد وواحد التعامل اللي هو قوي حتى شي واحد ما يقدر يديرو. وكان ولكن كان شي حاجة غير ملموسة. يعني كان واحد الشك في واحد الحيرة في دوك النساء. يعني كانوا دائما مرة كيشكوا كيعرفوا بأن شي حاجة مخبية. من بعد ما داز تقريبا شهر ونص، بدا الشك يدخل القلب سارة، اللي كانت كتشعر بأن مروان ما بقاش كيظهر ليها نفس الاهتمام اللي كان كيعطيها في الأول. لأن السيد كان خدا منهم داكشي كامل اللي بغا، كان كيديهم معاه للدار، كيدير فيهم داكشي كامل اللي بغا، وكانوا حتى هما موافقين. يعني من بعد ما خدا منهم داكشي كامل اللي بغا، السيد ما غاديش يبقى يعطيهم نفس الاهتمام، يعني غادي يقلب على شي مرة أخرى. ولكن من بعد ما غادي يولي يبغي حاجتهم فيهم، غادي يبغي يعطيهم واحد الاقتراح اللي في الأول غادي يخليهم مصدومين، ولكن هما في الأخير غادي يوافقوا لأنهم كانوا باغين تجارب لي جديدة.
هي ديك سارة شكت في مروان وقررت بأن تتبعه من بعيد، معتقدة أنه يمكن ربما يكون مشغول بشي حاجات يعني مشيت حاجة اللي ضرورية. ولكن المفاجأة هي من شافته يدخل المنزل الليلة، لأن السيد كان كيتعرف على النساء غير من نفس الحومة ديالو، يعني كيعرفوا الأسماء بيناتهم، كيعرفوا الديور، كيعرفوا كل شيء. ودخل عند هاد ليلى في واحد الوقت متأخر من الليل. سارة ما قدرت تصدق أن داكشي اللي شافت بعينيها، لأنه كان كيسحب ليها في الأول بأن داك الاهتمام اللي كان كيعطيها راه موجه ليها. وبدات كتسائل مع راسها، واش كان مروان كيوعد ليلى من البداية؟ واش كان كيخدعني؟ شعرت بالخيانة والغضب، ولكنها ما كانت متأكدة وما كانش عارفة باش انه واش خاصها تواجهه او لا، لان السيدة كان بيناتهم واحد العلاقة، لان الزوج ديالها ما ساقش خبار، ما محقاش تمشي تقول له مع ما كنتي او شنو كنتي كدير. وفي ديك الاثناء كانت هنا كتلاحظ ايضا تغيرات في التصرفات ديال مروان. من ديك الفترة كان كيبعد عليها بواحد الشكل اللي هو غير مبرر، يعني قبل كان كل نهار كيجي عندها، كل نهار كيدوي معاها وكيهتم بيها ويدوي معاها في التليفون واحد الاوقات اللي هي طويله. ولكن دابا ولا كيدير شي سبه باش ما يبقاش يدوي معاها. كان كيشعر بعدم الاهتمام. وفي اليوم من الايام اكتشفت انه كيقضي وقت طويل مع فاطمه. من بعد ما شافته كان معها، وخا ماشي غير شافته انما وصلت حتى الخبر. شعرت بالخذلان، ولات كتراقب مروان من قرب. سمية كانت حتى هي كتلاحظ نفس الحاجة، وكانت كتحاول تشوف تبريرات لهاد الشي هذا اللي كيديرو، لأن السيد ولا صافي يعني بعد ما خدا فيهم حاجته يعني ولا كيعاملهم كاملين نفس المعاملة. داك الشي علاش من بعد ما النساء عاقوا به وعرفوا شنو كيدير قرروا أنهم يتجمعوا كاملين ويشوفوا داك السيد داك الشي كامل اللي دار فيهم. من بعد ما كانوا جلسوا في واحد المقهى بعيد على أنظار الناس، كانت لحظة ثقيلة على القلب ديالهم، حيت أول مرة يتلاقاو من بعضياتهم من بعد ما كشفوا الحقيقة ديال مروان كيفاش خدعهم ودار فيهم داكشي كامل. في البداية ديال اللقاء كانت واحد اللحظات من واحد الصمت، لأن كل وحدة منهم كانت كتسائل على كيفاش تبدا الحديث على هذا الموضوع هذا اللي ما يقدرش أي واحد يدوي فيه. وبدات سارة كتدوي وقالت راني كشفت أن كان مع ليلى في واحد الأيام. وعاوتاني جاوبت ليلى بواحد التوتر، قالت ليها انا ما كنتش عارفها معاك سارة، ولكن دابا فهمت علاش كان كيتصرف بغرابة في الاونه الاخيره، يعني السيد كان مخلطهم كاملين. اما فاطمه فقالت بواحد الصوت منخفض، كنت كنعتقد انه كيبغيني وحدي، ولكن كان دائما كيتجنب الحديث على المستقبل ديالو معايا. يعني السيد ما كانش بوعدهم كيقول لها سيري طلقي او لا شي حاجه، يعني كان ما كانش موعدهم حتى شي حاجه. عاوتاني هنا قالت حتى انا كان كيبغيني في الاول، ولكن مع مرور الوقت بدا كيبعد عليا. كنت كنخشى ان يكون عنده شي علاقات اخرى، ولكن ما كنتش متاكده. ودابا عرفت انني كنت وحده من عده نساء في حياته. سمية اللي كانت ما قادرة تصدق داكشي اللي سمعته، لأنها هي اللي بغاتو أكثر من النساء كاملين، وقالت كيف جيب كان مروان يخدعنا ويدير فينا هادشي كامل بهاد الشكل. هو كان كيسحابنا باللي راه كيبغينا، ولكن السيد كان غير مدوز بينا الوقت. كانت الأيام التالية عامرة بالتوتر والشكوك. النساء ما قدروش يخفيو المشاعر ديالهم، ولأنه كانوا مزوجين بدات العلاقة ما بين الأزواج ديالهم كتوتر، لأنهم مبقاوش مرتاحين، لأنه كانوا مولفين مروان كيفاش كان كيعطيهم الاهتمام وكيبغيهم، يعني معجبتهمش الحياة وهما مع الأزواج ديالهم. وخا هو خانهم دار فيهم داكشي كامل، يعني ما قدروش ينساوه.
لكن المفاجأة كانت في ردود الفعل الأزواج ديالهم. كان بعضهم دائما مقلق، وكل واحد باش كيحس، لأنه يمكن وصلتهم شي أخبار اللي ماشي هي هذيك على الأزواج ديالهم، ولكن هما كان كيسحب ليهم بأن الأزواج ديالهم ما كانوش عايقين بهم. ولكن اللي ما كانوش عارفينه هي أن الأزواج ديالهم كانوا حاسين بهم، وكانوا عارفين شي حاجة مخبية اللي ما كانش كل شي عارفها. وفي ديك اللحظة قرروا النساء أنه ما يبقاوش يتلاقاو، وقرروا أن كل واحد ياخد الطريق ديالو، لأن لبقاو كيتلاقاو في نفس هاد البلاصة الزواج ديالهم غادي يشكو فيهم أكثر وأكثر. ولكن وخا هكاك بدات الخيانة كتسرب في الحياة ديال الأزواج. حسن الزوج ديال سارة كان أول من كشف هاد الشي. بين ما كان كيتصفح الرسائل ديالو، وجد واحد الرسائل نصية للعلاقة ديال مروان بالزوج ديالو، وماشي غير رسائل نصية ما بين مروان وسارة، إنما رسائل بينهم وبين الزوجات الآخرين. كانوا كيدويو على مروان وكيفاش أنه قدر يخدعهم. قرر أن يواجه الزوجة ديالو ويقول ليها خاصك تشرح لي كل شيء. وبين ما كان الزوج عبد الله كيلاحظ ليلى، لاحظ واحد التغير غريب في التصرفات ديال الزوجة ديالو. كانت كتخرج أكثر من المعتاد، وحتى هو من بعد ما شك فيها، يعني كان هو صديق ديال داك السيد الآخر حسن. داك الشي علاش حسن قال لعبد الله بأن راه الزوج ديالك راه كتخونك، وانت راك ما جايب للدنيا اخبار. وهاد حسن ماشي قالها غير لعبد الله، انما مشى عند الازواج كاملين اللي كاينين في ديك البلاصه، وقال لهم الازواج ديالهم شنو كيديروا، وقال لهم داك الشيء كامل اللي مخبيينه واللي ما كانوش هما عارفينه. يعني السيد راجل واحد قدر انه يكشف الخيانه ديال الزوجات كاملين بفضل الذكاء ديالو، لان كان في الاول غادي يبقى داك الشيء مقلوب عليهم القفه وما سايقين اخبار، ولكن هو قدر يكشفهم. داك الشيء علاش من بعد ما عرفوا الزوجات ديالهم شنو داروا، كيفاش قدروا انهم يخونوهم مع داك السيد اللي الاسم ديالو مروان، قرروا بانهم كاملين يطلقوهم وما يخليهمش عندهم في الدار لانهم ما يستاهلوش. وقرروا بان داك السيد مروان يمشي ويدعيوه لانه استغل الزوجات ديالهم في واحد اللحظات ديال ضعف. ولكن من مشاو بانهم يقلبوا على داك مروان ويديكلاريو به، لقاو السيد هز رحيله وما بقاش. وعاد ديك الساعة عرفوا بان داك السيد راه ماشي اول مرة يدير هاد الشيء، راه هادي سنين طويلة كل مرة من مدينة لمدينة كيدير نفس الحاجة وكيهرب وما كيخليش موراه الاثار. وديك الساعة عرفوا النساء بانهم هما الوحيد اللي خسروا في هاد الشيء هذا اللي طرا، لان داك مروان هرب وهما ما بقاو لا بعائلة لا بولاد لا بوتاد، ولاو مطلقات. وغير وماشي مطلقة، يعني مطلقة حاجة عادية، لا كانت بسبب شي مشكل بسيط، اما مطلقة بتهمة الخيانة يعني عمرها تحلم تولي تتزوج مرة أخرى، لأن ما كانش اللي يثق فيها. داكشي علاش الأزواج قرروا أنهم يكملوا حياتهم، ودوك النساء خلاوهم مع الوالدين ديالهم، وكل مرأة غادي تشد طريق، اللي غادي تمشي تخدم، اللي غادي تجلس غير في الدار، اللي غادي تقابل ولادها. المهم ما يبقاوش كيتلاقاو بهم، وحتى شي وحده ما تبقى تقرب للزوج ديالها لان خانت الثقه ديالو.